كوب سكر ناعم 100 جرام، عندنا بيضة ورشة فانيلا. للكريم باتسير عندنا نصف لتر حليب، نصف كوب سكر، 3 صفار بيض، رشة فانيلا، 3 ملاعق من النشا. أول خطوة نبدأ في أول خطوة. أنا عندي حليب على النار، هذا اللي حفظته قبل هذا الحليب راح أنزل عليهم بالفانيلا. أنا الأمانة مدفيه قبل، بس راح أشرح لكم الطريقة. راح أحرك الفانيليا معه، والخطوة اللي بعد هيك راح أنزل في في صفار البيض عفوا، وراح أضيف لهم السكر، وراح أحركهم مظبوط. طبعا احنا عشان ما نعرض الصفار لدرجة حرارة عالية من أولها، نضربه هون مع السكر. وهسه بورجيكم كيف بنطبخ الكريم باتسير على أصوله. راح أذوبهم مع بعض، وراح أنزل عليهم مباشرة في النشا 3 معالق، وراح أحركهم ليتجانسوا. اليوم وصفاتنا غنية، فبدكم تتابعوا معي في الخطوات لأنه النتيجة بصراحة حلوة. بعد ما أقلبهم شو راح أسوي؟ هاي الخطوة اللي هي تخلينا ننجح في الكريم باتسير. راح أضيف من الحليب، وراح أرجع أحركهم بعد ما دفع عنا الحليب. قد ايه تقريبا وقت شيف بنضل نحرك؟ لا يعني بس تتجانس هاي الوصفات، يعني اول ما تتجانس مع بعض مباشره بنعمل الخطوه اللي وراها. بس الخطوه اللي بعد هيك مباشره راح انزل في هذا الجزء على نفس الحليب، على نفس الحليب اللي كان على النار. وراح انزل المواد وارفعه على النار واحرك على نار هاديه اكيد. وسط، ايوه وسط، اوكي. اخرها بنهدي النار. راح احرك ليتكاثف معي، بعدين راح اتركه على جنب واورجيكم الخطوه اللي بعديها. ما راح ياخذ وقت لانه انا مولع الحليب من اول. برضه سجود يوسف عم بتقول قناة فخمة فخمة، كل الشكر للإعداد والمخرجين والشيف، يا رب أربح معكم. شكرا لك. اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. هلا هيك صارت أتوقع متجانسة صح؟ ايوه متجانست. راح اوطي عليها شوي. اوكي نفرجيها كيف بس شكلها للمتابعين. هيك بعد ما تكاثفت اخواني، هذا الكريم باتسير. راح نطبقه شوي. هاي الكريمة هاي للأمانة من أطيب الوصفات. هذا القوام المطلوب لوصفتنا اليوم. حلو. في وصفات ممكن نشده شوي، بنضيف بدل 3 معالق نشا 4 معالق، بس هذا القوام المطلوب. هاي كمان مرة راح أرفعه على جنب ونبدأ في الخطوة الثانية. خطوتنا الثانية خلينا نتأكد الغاز مطفي. راح نعجن عجينة تارت. في الخطوة الأولى هذا ايش شيف؟ هاي زبدة. زبدة، اوكي. راح انزل بالزبدة، وراح انزل بالسكر واخلطهم مظبوط ليتجانسوا. راح انزل في الفانيلا، وراح انزل كمان في البيضة، وارجع احركهم ليتجانسوا كلهم سوا هاي المرة. بعد هيك راح اضيف الطحين تدريجيا لاحصل القوام اللي انا بدي اياه. لو في خلاط اسهل صح؟ يعني احنا بنعمل يدوي عشان الكل يعني يشوفها سهله ويقدر يسويها في البيت. في ناس ما عنده خلاطات. راح ادير الجزء الاول من الطحين. في مرحله من المراحل انا راح نستخدم الايد في العجين. راح انزل كمان مره بجزء من الطحين. بحاول اقسمهم على 3 اجزاء عشان يتجانسوا بدون ما يغلبونا.
دايما هاي الوصفات لما بنزل الطحين مرة واحدة بيغلب ليصير عجين جاهز. وراح انزل في هذا الجزء الاخير من الطحين، وراح اعجنها يدوي. بعد ما اعجنها اخواني وتتجانس معي وحصل القوام المطلوب، بدخلها على الثلاجة لمدة 2 ساعة زمن، لازم تبرد معنا قبل الشغل. وراح اورجيكم كيف راح نشتغل فيها بعد ما اورجيكم القوام ونطلع فاصل. بلشت تتجانس صح؟ هيك خلص. عجيننا جاهز. هسه لو اجينا نفرده بصراحة ما بفرد معنا، لازم تنحط بالثلاجة. تنحط تقريبا 2 ساعة بالثلاجة بتبرد، بعدين نرجع ندعك على ايدنا نجمعها مرة ثانية، نرجعها كرة زي اللي راح اشتغل فيها كمان شوي، ونبدأ التطبيق. والثانية الاخوان انا معي عجين من اول مبرده، جمعته صار زي الكرة، راح افرد على السطح اللي انا بدي اشتغل فيه شوي من هذا طحين. الطحين نعم، اوكي، عشان ما يلزق معنا. وراح افردها بسماكة تقريبا نص سنتي. بتعامل مع العجين هذا بهدوء. ما بيفرق شيف اي نوع طحين عم بتحط صح؟ طحين ابيض دائما. انواع الحلويات يكون فيها الطحين الابيض احسن. واكيد هذا الطحين طبعا اللي انا حطيته، هذا العجين نوعيه هي العجين هي بتسحب لحالها. في شكل معين احنا اكيد راح نعمل شكل. هسه راح نعمل شكل اللي هو الشكل النهائي اللي انا مسويه. طبعا انا معي هذا المقطع، انتم بتقدروا تستخدموا كيسه. وراح اشتغل في هذول القوالب الحلوات اللي هم قوالب الطرف، موجودات عند سعيد نزال فرعيهم، وموجودات عند السلوس. راح ابدا اقطع. راح اعمل لي 3 حبات قدامكم، وارجيكم الطريقه كيف نقدر نحافظ على الشكل تبعها. راح ابدا عم نضغط من جوا. نضغط من جوا اوكي، لنلبس الشكل. بعدين باخذ الزوايد بنشيلهم. هلا لو دخلناها على الفرن في طريقة أفضل اللي نكسب الشكل 100%، إنه أنا راح أرجع أسكرها بوحدة من نفس الحجم، وأحطها بصينية قابلة إنها تفوت على الفرن. ليه سكرناها شيف هيك بس؟ سكرناها عشان هذا العجين شوي بنفخ، والأفضل إنه نخزقه. يعني إذا بتعطيني شوكة هسه برجيهم في الثاني كيف نخزقه. في شوكة ثواني، شوكة هيك شوكة. هاي كمان حبة. تفضل. حطي. راح ألبس الأطراف كاملة. سهلة، وصفة سهلة، لكن الناتج تبعها للأمانة حلو، وخصوصا بعد ما شكل لكم إياها الآن. بنقدر كمان نخزقها في الشوكة عشان ما تنفخ معنا، تظل يعني تظل شوي رقيقة. وراح أرجع أكبسها. هاي الكبسة بتعطينا الشكل كامل للقالب من برا ومن جوا. اوكي. وراح نضغطها اكبسها في قالب ثاني وادخلهم على الفرن على درجة حرارة 180 لما يصير لونهم بني. راح يقعدوا تقريبا من 20 ل 25 دقيقة. هون عندي الكريم باتسير اللي طبخناه في بداية الحلقة، بردته وحطيته في كيس الحلواني. راح احشي التارت منه. شوف بدي وحدة. هذول كله مع حسابك بعد الافطار. لا بدي اجرب، قصدي وحدة. بدك تجرب واحدة؟ هسه بخلي لك. شكلها سهلة يعني. سهلة هسه بخلي لك اخر واحدة. يلا شوف حط. ايوه افردي. تمام 100 اعطيني اياها. لا سويها عشان تطلع زي تبعتك. انا بعدل عليها بخليها زي تبعتي. هيك اخواني حطينا الكريم باتسير، وراح انزل عليهم عشان نعمل جمالية. هذه اشياء. هاي الكريمة المرينجي اللي بده يعمل مثلها بده يفوت على صفحتي. انا عامل فيديو امبارح عنها، لانه هاي ما بقدر بصراحة اسويها على الهواء، بدها ربع ساعة تقريبا او 17 دقيقة عشان نحصل شغلها. حلو. فاللي بده يسويها بده يفوت على صفحتي
ويحضر الفيديو ويطبق. اوه يلا خلينا نغامر شوي. هذا الحكي الصح. هذا الحكي الصح. هيك احنا بتعرفوا كلكم هذا الفرد، وهي الكريمة قابلة للتحمير، وانا الفيديو شارح فيه بالضبط كيف ممكن نحمرها، وهيك بنقدر نقول صحتين وعافية. يطبق الوصفة هاي ويذوقها ويبعث لي.